بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبرنامجنا اليوم حفل بئر خرج معه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم بنفقة هؤلاء النفر الأربعة. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم. خرج هذا البئر في مديرية جمة، منطقة جمة، إقليم أورomيا، إثيوبيا، الحبشة. لذا نشكر الله تعالى أولا، ثم نشكر هذه الجمعية البشاشة الخيرية التي كانت سببا لهذا العمل الجليل، ثم نشكر الذين أخرجوا أموالهم لهذا العمل وحفر البئر. هؤلاء النفر الأربعة أخرجوا أموالهم وحفرت البئر وخرج الماء بإذن الله تعالى. اللهم تقبل منهم أعمالهم هذا، واجعل في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهذا العمل سقي الماء المسلمين وغير المسلمين سواء من كانوا، عمل جليل وعمل مشكور. الله يشكركم على هذا العمل الجليل وتقبل منكم أعمالكم ونياتكم. هذا خير قدمتموه للإسلام والمسلمين من حفر الآبار صالح للشرب في المجتمع. قد فرحوا لهذا العمل الجليل، تقبل الله منكم. اللهم أطل عمرهم بالبركة والصحة والسعادة والرضوان والتقوى. اللهم ارزقهم مالا كثيرا وولدا صالحا يا رب العالمين. وآخرا نقول لأهل الخير والمتبرعين في كل أنحاء العالم: واصلوا هذا العمل وهذا الخير كي تحصلوا على الأجر الكثير، لأن لأهل بلادنا حاجة ماسة إلى مساعدة الآخرين في المأكل والمشرب والملبس وبناء المساجد والمدارس أيضا. لذا ندعو أهل الخير أن يقوموا بجنب هذه الجمعية البشاشة الخيرية كي تواصل هذا العمل في أنحاء العالم، في منطقتنا، في المدن والقرى بإذن الله تعالى، لأن يدها قصيرة لتوصل الخيرات إلى محتاجيها. لذا ندعو إلى مساعدة هذه الجمعية البشاشة الخيرية وإلى مساعدة مساكيننا وأيتامنا وأراملنا وبناء المساجد والمدارس بإذن الله تعالى. فهذا مسجدنا يصلي فيه أكثر من 300 نفر، يصلي فيها النساء والصبيان والرجال. لذا إن شاء الله فهذا يريد أن يصلحه وأن إن شاء الله يبنى جيدا بإذن الله. وكذلك هذا المسجد يطلب مدارس إسلامي. لذا ندعو أهل الخير إن شاء الله أن يبنوا لهذا المسجد مدرسة يناسبها بإذن الله تعالى. وأخيرا نستودع الله دينكم وأمانتكم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.